السلام عليكم ورحمة الله. الحلوة اللي حققت ليا نسبة عالية ديال المشاهدة ما شاء الله. اليوم جيت نقدمها لكم بطريقة جد مبسطة، حلوة سهلة بسيطة، دائما كتوجد في المنازل ديالنا، ماشي بالضرورة حتى تكون مناسبة عاد نوجدوها. دائما كاينة معمرة لينا الركنة ديالنا في الكوزينة، كنشربوا منها قهوة اتاي. جد 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 بسيطة، المقادير ديالها في متناول الجميع. انا غادي نقدم لكم واحد العجنة اللي كتخرج ليا تبارك الله كمية كتيرة. نتوما تقدروا ديروا نص ديال الكمية. بالنسبة للمقادير هنا كيف ما كتلاحظوا، عندي 2 كؤوس ديال الزيت، 2 كؤوس ديال الكوك، 2 كؤوس ديال السنيدة، قشرة كبيرة ديال الحامض محكوك، كيلو ونص ديال الدقيق، 2 خمارات، وبواطة ديال الزبدة من فئة 250 غرام. هنا كندير الزبده ديالي بدرجه الحراره ديال المطبخ، كنخدموها في شي اناء ديالنا اللي كنخلطوا فيه الحلوى. اللي بغى نصف الكميه يقدر يكتفي غير بكاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، وكاس ديال الكوك. انا الكوك هنا ما كنحمروش، ولكن الا بغيتو تحمروا الكوك حمروه. هنا عندي 2 كيسان ديال سكر سنيده. غادي نجيب قبيصه ديال الملحه صافي، وغادي نعرك مزيان هاد الزبده مع السكر السنيده حتى تحسوا بديك السنيده صافي ما بقاتش حرشه بين يديكم، يعني دابت في الزبده. صافي هنا كي كتلاحظوا يعني ملي تتكون الزبده بدرجه الحراره ديال المطبخ راه دغيا كتعجنوها مع سكر السنيده صافي. وغادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت. تبارك الله كميه كبيره ديال الناس اللي جربوا هاد الحلوه وعجباتهم، وغتلقاوها في لي كومونتير. هنا عندي ضفت 2 كيسان ديال الكوك. انا خديت داك الكوك اللي تيكون ميدم، يعني كاين 2 انواع ديال الكوك، كوك ناشف وكوك كتلقاو يعني سبيس، يعني كوك ميدم. صافي غادي نجيب هنا 2 بيضات. قشره ديال حامضه كبيره محكوكه، تقدروا تعوضوها بقشره ديال الليمون، ولكن النسمه ديال الحامض كتجي ديال القشور ديال الحامض كتجي غزاله في هذه الحلوه. يعني اوتوماتيكمون كتبغيو تحلوا البواطه تجبدوا الحلوه ديالكم كتلقاو واحد الروح ديال الحامض طالعه معكم. هنا الخمارات غنخليهم هما الاخرين، وغادي نبقى نضيف الدقيق ديالي صافي. وانتم كتجمعوا العجينه ديالكم غير بالاصابع ديالكم، راها ساهله يعني في متناول الجميع واقتصاديه. انا هاد المقادير اللي كنستعملهم في هاد العجينه كتخرج ليا تبارك الله كميه وفيره، يعني وعاد انني كنطبع الحلوه يعني شويه كبيبره، ما كنصغرش الحلوه. يعني الا كنتو غتصغروا الحلوه غتخرج لكم تبارك الله كميه كثيره. صافي هنا بدات تتجمع لي العجينه، يعني كل شيء موضح قدامكم، يعني ما قطعتش نهائيا الفيديو. صافي هنا غادي ندير دوك الساشيات اللي عندي ديال الخمارات. صافي وغادي نبقى نجمع، يعني راه ما كتشتتش ليكم نهائيا في الفران، واخا ديروا 2 على حسب الكميه اللي عطيتكم ديال المقادير. تقريبا هنا راه تجمعات ليا واحد شويه صافي. ما تقصحوهاش بزاف، حيت الا جمعتوها بزاف ودخلتو فيها الدقيق ملي كتكوروها وتجيو تحطوها في الطاوه
وكتهبطوها تطبعوها بهذاك الطابع ديال البطاطا. يعني الا كانت الحلوى ناشفه كتشقق لكم، يعني بحال تتهرس لكم. يعني ضروري تكون شويه الحلوى لينه بين يديكم. صافي انا اكتفيت بهذا القدر. غادي ندوز دابا نجيب الطاوه ديالي اللي غندخل نيشان للفران. انا ما غادي ندهن لا طاوه، ما غنفرش ليها لا ورق الزبده، حيت ديجا الحلوى ما تتلصقش نهائيا في الطاوه. هنا عندي واحد الطبيسيل خلطت فيه السكر، السنيده، وحتى الكوك. وطبيعه الحال الطابع اللي وريتكم، راه اللي عنده داك الطابع يستعملو، اللي ما عندوش يستعمل داك الطابع ديال البطاطا. صافي هنا غادي نبدا نكور كي كتلاحظوا، ونغطس ليها وجهها في داك الكوك والسنيده. يعني تكون الكميه متساويه تقريبا، كاع ديروا كاس ديال الكوك كاس ديال السنيده. صافي وبقاو تغطسوا بحال هكا في الوجيه ديالها، باش كيجيكم داك الوجه ديال ديك الحلوى مقرمش. وكيبقى دائما واخا الحلوى طول عليكم تجبدوها تعضوها تلقاوها مقرمشه، ما كتبردش نهائيا. هذا هو السر ديال التقرميشه ديالها، هو داك الكوك والسنيده اللي تندهنوها على الوجه ديالها. كتخليو بطبيعه الحال واحد اتساع ما بين حلوه وحلوه. صافي وغادي نبدا نطبع كي كتشوفوا. ملي تتكون الحلوى شويه لينه راه ما كتهرش لكم وما تتشققش لكم من الجناب. هذا هو الشكل ديالها، وراه غتزاد غير واحد شويه في الفران. وهنا غادي نكمل الطاوه ديالي حتى نساليها وندخلها للفران. بطبيعه الحال تكون درجه الحراره شويه متوسطه، ما نجهدوش البوطه، وطيب لينا على عافيه شويه متوسطه، وتحمر ونقدمها معاكم. بعد ما ساليت الحليوه ديالي تبارك الله كامله، كي كتشوفوه غير المنظر ديالها كيعطيكم الخبار. كتجي غزاله مذهبه واخده لون واحد ومقرمشه كي كتشوفوا، وطالعه منها واحد النسمه ديال الحامض. حتى داك الكوك عطا واحد تقرميشه غزاله. غير جربوه وكونوا اكيدين ما غاديش تندموا على هاد الحليوه، بالشهاده ديال الناس اللي جربوها. وكل عام وكل مناسبه كيدخلوا يقلبوا على الفيديو ديالي. الا بغيتوا تشوفوه راه كاين منزل على القناه ديالي مده عامين، هبطوا لتحت وغتلقاوه.